تانية إعدادي، أهلا بيكم في قناة ذاكر مع بيبو. الحمد لله احنا شرحنا الدرس الأول الدولة الأموية، بس شرحناه يعني كده تسجيل شاشة، سكرين ريكورد. يعني المرة دي غيرنا كده وجبنا ورق وقلم ورسمنا وحاجات لطيفة كده، يعني تعبنا. فخمت عليك، فخم عليا باللايك والاشتراك. تمام تمام. بص يا صاحبي، بص يا صاحبتي، الدرس بتاع النهارده سهل جدا ودمه خفيف ومش هياخد مننا ربع ساعة. كل اللي عايزين نعرفه عن الدولة العباسية: هم عددهم كام خليفة، الفترة اللي قعدتها الدولة العباسية، والعاصمة وتنسب لمين وحدودها وفترة القوة وفترة الازدهار والخلفاء أو أهم الخلفاء وأهم أعمالهم. نبدأ بسم الله. أول حاجة، الدولة العباسية كانت كام خليفة؟ الدولة العباسية عددهم كام خليفة؟ قال لك 37 خليفة. طبعا عدد كبير جدا. طبعا احنا مش هناخد 37 خليفة، لا طبعا احنا هناخد 5 بس. تمام. بعد كده مدة حكم يعني الدولة العباسية كانت مدتها 5 قرون. 5 قرون، القرن 100 سنة. 5 قرون الدولة العباسية بتحكم، يعني حوالي 525 سنة. دي مدة حكم الدولة العباسية. طب احنا ليه سميناها الدولة العباسية؟ قال لك لأنها تنسب إلى العباس ابن عبد المطلب، اللي هو كان عم الرسول صلى الله عليه وسلم. العاصمة بقى أو العواصم: بص يا صاحبي، العاصمة اتغيرت من دمشق إلى الكوفة. واحد يقول لي كانت دمشق إمتى؟ أقول لك مش احنا لسه واخدين في الدرس اللي فات الدولة الأموية، والدولة الأموية سقطت على يد الدولة العباسية في حرب الذاب. حرب الذاب دي اللي قلت لك ركز عليها 132 هجريا. كانت العاصمة إيه ساعتها في الدولة الأموية؟ دمشق. دلوقتي تبقى العاصمة إيه؟ الكوفة. بعد كده تتغير تبقى الأنبار، بعد كده تبقى بغداد. وهنعرف خلال الدرس بتاعنا إزاي اتغيرت العاصمة. الدولة العباسية بدأت إمتى؟ بدأت عام 132، يعني بعد ما انتصروا في حرب الذاب 132 هجريا حتى 656 هجريا، يعني حوالي 525 سنة زي ما احنا قلنا. حدود الدولة العباسية اللي احنا بندرسها دي، الحدود بتاعتها زي ما شايف في الخريطة اللي قدامك. الخريطة اللي قدامك دي كانت خريطة العالم بس في الفترة اللي احنا بنتكلم عليها، يعني عام 132 هجرية. هي دي الخريطة بتاعت العالم كله كان ساعتها يعني. تمام. اللي قدامنا ده طبعا البحر المتوسط، ودي الحدود بتاعتنا اللي احنا هنتكلم عليها. هتلاقي ان الدولة العباسية امتدت، خلي بالك، اكبر امتداد للدولة الاسلامية او اكبر امتداد لاي خلافة اسلامية هو في الدولة العباسية. هتشوف دلوقتي، هتلاقي ان حدود الدولة العباسية دي شرقا لحد بلاد ما وراء النهر. بص لحد فين. وهتلاقي امتداد الدولة العباسية، امشي معايا بقى غربا. احنا عارفين ان على ديك اليمين شرق، على ديك اليسار غرب. هنا شرق لحد بلاد ما وراء النهر كان امتداد الدولة العباسية، وغرب إلى المحيط الأطلنطي، يعني واخدة المغرب الأقصى كله لحد ما أنا عامل كده بالقلم الرصاص. طب شمال وجنوب يا مستر؟ أقول لك في الشمال لحد أرمينيا. أرمينيا دي مدينة رومانية، بس احنا مالناش دعوة بالكلام ده. لحد أرمينيا، تحفظ أرمينيا بس. لحد أرمينيا. وفي الشمال لحد النوبة. لحد إيه؟ النوبة. طبعا أنا عامل لك رسمة، بس الرسمة دي معاقة، عندها إعاقة، عشان مش بعرف أرسم فمحدش إيه يتريق عليا. هتلاقي في الشمال احنا عارفين كده شمال اهو، كده شمال، كده مشطب ولا ايه؟ كده جنوب، كده طبعا شرق، كده غرب. تمام. في الشمال ارمينيا، في الشرق بلاد ما وراء النهر، في الغرب المحيط الاطلنطي، في الجنوب النوبة. ده بس اللي حدود الدولة. عايزين نعرف ان الدولة العباسية دي مرت بفترتين: فترة ازدهار وقوة، وفترة ضعف وانهيار. فترة ضعف وايه؟ وانهيار. زي كده، مرة تبقى ماشي صح وبتذاكر والدنيا معاك مية مية، مرة واحدة كده اللي نزلت في المستوى بتاعتك، هوب نزلت كده بتضرب غطس في المايه، مستواك نزل خالص بجزاز صفر. مش بتثبت كده على تراك واحد. نفس نظام الدولة العباسية، في البداية كانت سخنة فكانت دولة قوية. مع مرور الزمن بقت دولة ضعيفة ويسيطر عليها العنصر غير العربي، ونعرف ازاي. قسمنا التاريخ العباسي الى العصر العباسي الاول والعصر العباسي الثاني. تمام. العصر العباسي الاول طبعا لسه في سخونتها ولسه الدوله مزدهره، فيكون هو عصر القوه والاصدار. يعني العصر العباسي، يعني العصر الذهبي، احنا سميناه بالعصر ايه؟ الذهبي. ليه بقى؟ بما تفسر. قال لك بسبب عده اسباب، اولها واهمها
هو أن الخلفاء اللي كانوا في العصر العباسي الأول دول كانوا خلفاء أقوياء. الخليفة أو الخلفاء اللي كانوا بيحكموا في العصر العباسي الأول كانوا خلفاء أقوياء جدا. مما جعلهم يعملوا بقى لما يكون خليفة قوي، أعرف إن الدولة أو العصر ده أو الفترة دي هتكون قوية. الخلفاء دول لما كانوا أقوياء حافظوا على استقرار طبعا الدولة العباسية واستقلال الدولة العباسية. لما الخلفاء كانوا أقوياء أدى ذلك إلى إيه؟ إلى استقرار واستقلال الدولة العباسية. ولما يكون في أمن وفي استقرار واستقلال للدولة بالتالي يكون في إصلاحات، فقاموا بالإصلاحات في جميع المجالات. ده بالنسبة للعصر العباسي الأول اللي هو العصر العباسي الذهبي أو الفترة الذهبية للعصر العباسي. طب فترة الانهيار بقى، العصر العباسي 2 رقم 2، أقول لك إن العصر العباسي الثاني وصفناه أو المؤرخين وصفوه بعصر الضعف والانهيار. خلاص بينهاروا والدولة في العصر ده هتسقط في آخره سنة 656، هتسقط على يد المغول أو التتار، هتنتهي الدولة العباسية. شفت المساحة الكبيرة أو الرقعة الكبيرة أوي من الأرض دي اللي هم محتلينها، خلاص بقى هتروح من إيديهم وهتبقى في يد المغول أو التتار. أسباب تسميتنا للعصر العباسي الثاني بعصر الضعف والانهيار هو عدة أسباب، وهي نفس الأسباب اللي هنكتبها لو جالنا نفس السؤال وقال لك ما هي أسباب سقوط الدولة العباسية. هي نفس الأسباب. أسباب الذي جعلت العصر العباسي الثاني ضعف وانهيار هو أول حاجة ضعف الخلفاء. زي ما قلت لك في العصر العباسي كان قوي العصر العباسي الأول بسبب قوة الخلفاء، فالعصر العباسي الثاني ضعيف بسبب ضعف الخلفاء. ولما يكون الخليفة ضعيف هيحصل ايه؟ رقم 2 ظهور الدول المستقلة. ايه يا مستر الدول المستقلة؟ اقول لك حبيبي، بص، نفترض ان دي المساحة اللي بتحكمها الدولة العباسية، تمام؟ دي قطعة الارض اللي بتحكمها الدولة العباسية. طبعا الدولة العباسية بتقسمها لأجزاء، ادي جزء 2 بتقسمها لأجزاء يعني، وبتسميها ولايات. بتسميها ايه؟ ولايات. كل جزء بتعين عليه والي بيكون نيابة عن الخليفة الأصلي اللي هو اللي بيحكم القطعة كلها، تمام؟ لما يكون الخليفة الراس الكبيرة ضعيف، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان الوالي اللي ماسك قطعة الارض دي او الجزء ده ومسؤول عنه ينفصل عن القطعة الكبيرة، ينفصل عن الخليفة ذات نفسه. هي دي الدولة المستقلة. استقل بقى، هو استقل خلاص بقطعة الارض بتاعته. طب لما ده يستقل التاني يغير منه ويستقل، وده يستقل وده يستقل، هتلاقي في الاخر الحته اللي بيحكمها الخليفه خلاص اتبهدلت، الدوله انهارت وسقطت. يبقى ضعف الخليفه او الخلفاء ادى الى ظهور الدوله المستقله، وبالتالي لما يكون الخليفه ضعيف او الدوله ذات نفسها ضعيفه هيظهر حاجه اسمها طمع الغزاة. الناس اللي عايزين يغزوا مين؟ يغزوا الدوله العباسيه، واللي هي فترة الصليبيين اللي جم أتوا بالحملات بتاعتهم على الدولة العباسية، والمغول أو التتار، واللي في الآخر الدولة العباسية هتقع تحت يد المغول اللي هم التتار. طب رابع سبب الذي جعل العصر العباسي عصر ضعيف ومنهار هو سيطرة العنصر غير العربي على الحكم. مين العنصر غير العربية؟ طبعا الفرس والاتراك. كان بيحبوهم في العصر العباسي الثاني، الخلفاء كانوا بيحبوا يستعينوا بالفرس والاتراك في الحكم. فطبعا ايه ده؟ واحد غير عربي كل همه ايه؟ ان هو يطلع باي مصلحه باي فايده، فبالتالي سيطروا على الحكم وزعطوا الخليفه خالص من الحكم. رقم 5 صراع الامراء بسبب طبعا الصراع الامراء ذات نفسهم، الخلفاء ذات نفسهم بيتخانقوا مع بعضيهم. ليه؟ بسبب تولية 2 في ولاية العهد اللي احنا قلناها الدرس اللي فات. يعني 2 في ولاية العهد، لما قلنا ان الخليفة ذات نفسه، احنا خلاص بيجينا نظام الخلافة بعد ما كان شورى ساعة ايام الرسول، دلوقتي بيجي ايه؟ بيجي وراثة. الوراثة دلوقتي لو الخليفة الكبير ده متجوز وعنده ابنين، تمام؟ فهو هيموت، فنظام اللي هيمسك بعديه الحكم هيبقى لمين؟ للاتنين دول، ولاية العهد. الكبير هو اللي هيحكم. طب الكبير عايز ابنه هو اللي يحكم، المفروض الكبير ده لما يموت اخوه التاني الصغير هو اللي يحكم.
فهو لا، هو عايز اولاده هم اللي يمسكوا الخلافه بعد، فبالتالي حصل ايه؟ صراع بين الامراء. وفي الاخر سقطت الخلافه العباسيه على يد التتار او المغول عام 656 هجريه. حصلت بقى حركه احياء مره اخرى في مصر على يد الظاهر بيبرس. كلنا عارفين الظاهر بيبرس وسمعنا عنه كتير. الظاهر بيبرس احيا اسم الخلافه العباسيه. بس شوف الجمله اللي بعد كده: ولكن احياها اسما وليس فعلا. يعني هو فعلا الحكم اللي كان ماسكه الظاهر بيبرس فوق كده بيقول لك ان هو تبع الدوله العباسيه، اسم الدوله العباسيه، ولكن فعلا اللي كان بيحكم الدوله العثمانيه او الدوله المملوكيه. يبقى احيا الخلافه العباسيه ولكن اسما وليس فعلا، حتى اصبحت مصر ولايه عثمانيه، وده كان 923 هجري. ده بالنسبه للجزئيه الاولى اللي كنت عايز اوصله لك فيها، هو حدود الدوله العباسيه، العصر العباسي الاول والعصر العباسي الثاني واسباب تسميتهم. وننتقل بعد كده على اهم الخلفاء. بس احنا طبعا هناخد ابو العباس، وهناخد ابو جعفر المنصور وهارون الرشيد والمأمون والمعتصم، 5. وطبعا مش هياخدوا معانا 5 دقايق، سهلين جدا. ابو العباس اسمه الحقيقي عبد الله ابن محمد ابن العباس، لقبه اسمه ابو العباس، لكن هو اسمه عبد الله ابن محمد ابن ابو العباس او ابن العباس. ده طبعا هو المؤسس الحقيقي للدوله العباسيه. هو بقى اللي نقل العاصمه الى الكوفه. في الاول كانت ايه؟ كانت دمشق. خليك صح، في الاول كانت دمشق، نقلها الى ايه؟ الى الكوفه. بعد الكوفه نقلها الى الانبار. ما عجبتوش الكوفه، راح نقلها الى الانبار، مدينه اسمها مدينه الانبار. تمام. ومن اهم اعماله برضو ان هو جدد الطريق بين الكوفه ومكه. جدد الطريق بين مين ومين؟ الكوفه ومكه. الكوفه اللي هي العاصمه، ومكه علشان الحجاج او المسافرين اللي رايحين يحجوا في مكه يبقى الطريق يعني كويس اللي هم يمشوا عليه. وطبعا زود المنارات يعني المنارات يعني ايه؟ الاضاءه اللي يعرف يسافر عليها. قال لك بما تفسر ايه السبب اللي خلاه زود المنارات؟ هو لارشاد المسافرين. لارشاد ايه؟ المسافرين. وكمان اسس قواعد الخلافه العباسيه. ده كل اللي عمله ابو العباس. ابو العباس عمل ايه تاني؟ من الاول نقل العاصمه الى الكوفه ثم الانبار، جدد الطريق بين مكه وكوفه، وزود المنارات لارشاد المسافرين، واسس قواعد الخلافه العباسيه، طبعا عشان هو اللي كان مؤسس الدوله العباسيه كلها. تاني واحد ابو جعفر المنصور. ابو جعفر ايه؟ المنصور. ابو جعفر المنصور المؤرخون يعتبرونه هو المؤسس الحقيقي للدوله العباسيه. يعني ابو العباس ده كان واحد حرامي يعني مزور؟ ابو العباس ده مؤسس مزور؟ اقول لك لا، ابو العباس فعلا هو المؤسس بتاع الدوله العباسيه، ولكن ابو جعفر المنصور ليه اعمال جعلته هو المؤسس الحقيقي للدوله العباسيه. بما تفسر المؤسس الحقيقي ابو جعفر المنصور؟ اقول له لعده اسباب، حيث قضى على الثورات والفتن. لما قضى على الثورات والفتن ادى ذلك الى نشر الامن والامان، مرتبطين ببعضهم، خلي بالك. هو قضى على الثورات والفتن، بالتالي خلى في استقرار في الدوله، يعني في امن وامان. وعمل حاجه ثالثه، راقب الولاه وحاسبهم. الولاه اللي انا كنت رسمتهم لك في الرسمه قبل كده، كل والي بيجيبه، خد انت عليك كذا، عملت كذا، لازم تبني كذا، فبيجي بيراقب الولاه ويحاسبهم، مش بيكبر دماغه. بنى مدينه بغداد اللي هي العاصمه الثالثه اللي احنا قلنا عليها ورا. يبقى الكوفه، بعد كده الانبار، بعد كده بغداد، وخلاها مركز الحكم، يعني خلاها العاصمه. ده ابو جعفر المنصور واهم اعماله. يبقى في سؤال مهم جدا، فابو جعفر المنصور هو يعد المؤسس الحقيقي. بما تفسر الاسباب ايه؟ نقول له حيث: 1. قضى على الفتن والثورات. ترتب عليه نشر الامن والامان. راقب الولاة وحاسبهم. بنى مدينه بغداد وجعلها مركز الحكم. ده بالنسبه لابو جعفر المنصور، تاني خليفه مهم عندنا في الدوله العباسيه. تالت خليفه معانا هو هارون الرشيد، وكلنا نعرف هارون الرشيد. هارون الرشيد اهم اعماله 4 حاجات سهلين خالص. اول حاجه ان هو اتسع رقعه الدوله الاسلاميه. رقعه الدوله الاسلاميه كانت كده في الاول، فراح هو فتح بلاد فخلاها قد الورقه دي كلها.
يبقى هو عمل ايه؟ اتساع رقعة الدولة الإسلامية، يعني جعل رقعة الدولة الإسلامية متسعة، فتح بلاد كتير. ده مين هو دوت؟ ده هارون الرشيد. ايه تاني اللي عمله؟ قال لك اهتم بالزراعة والصناعة والتجارة، يعني الاقتصاد، يعني اهتم بالاقتصاد. طبعا لما اهتم بالاقتصاد بقى معاه فلوس، فبنى القصور والحدائق. بنى ايه؟ القصور والحدائق. وكان من اهم اعماله وافضل حاجه انا شايفها بالنسبه لهارون الرشيد ان هو اهتم بالعلم والعلماء، وكان بيقرب العلماء ليه جدا، لدرجه ان هو كان بيعمل مجالس ويتشاور هو والعلماء في امور الدين والدنيا. ده من هو ده هارون الرشيد. يبقى هارون الرشيد ده اعماله ايه؟ وسع رقعة الدولة الاسلامية، اهتم بالصناعة والتجارة والزراعة، بنى القصور والحدائق، كان يحب العلماء وقربهم له. ابنائه واحد اسمه الامين والمأمون. هناخد المأمون، وطبعا ثالثهم هو المعتصم. المعتصم، تمام. هناخد المأمون. المأمون ده لقب. المأمون لقب، لكن اسمه الحقيقي عبد الله ابن هارون الرشيد، يعني هو ابن هارون الرشيد، اسمه عبد الله ابن هارون الرشيد. أعماله كانت إيه؟ سنين جدا. قضى على الفتن والثورات، وظهر في عهده الترجمة. مهمة جدا دي. أمتى بما تفسر، أو أكمل إمتى أو متى ظهرت الترجمة؟ نقط. هتقوله في عصر المأمون، في عصر الخليفة إيه؟ المأمون. طب ده يدل على إيه؟ طبعا ده يدل إن هو كان بيهتم بالعلم، ده يدل على اهتمامه بالعلم. يبقى أهم أعمال المأمون ظهور الترجمة، وذلك يدل على اهتمامه بالعلم وقضى على الفتن والثورات. آخر واحد معانا، وكنا هنا الدرس بتاعنا اللذيذ، هو المعتصم، واللي بنسميه اسم محمد. المعتصم ده لقب، لكن اسمه الحقيقي محمد ابن هارون الرشيد. اسمه الحقيقي ايه؟ محمد ابن هارون الرشيد. أعماله قال لك اهتم بالجيش، اهتم بالجيش وهزم الروم، وفتح عمورية، مدينة اسمها تركيا، مدينة تركيا فتحها اسمها مدينة عمورية. وبنى مدينة سامراء أو سمراء، بنى مدينة سمراء، هو اللي بناها. يبقى أهم أعماله اهتم بالجيش، قوى الجيش جدا، هزم الروم وفتح عمورية. دي مدينة تركية كان بيحكمها الروم. هزم الروم وفتح عمورية وبنى مدينة سامراء. طب وبيجي لك سؤال مهم جدا، يقول لك لماذا أو بما تفسر اهتمام المعتصم بالجيش؟ ايه اسباب اهتمامه بالجيش؟ قال لك من اجل القضاء على الفتن والثورات اللي كانت في عهد مين؟ في عهد المعتصم. وبالتالي طبعا اللي هو استمرار الفتوحات اللي هو عملها، اللي هي هزيمة الروم وبناء مدينة سامراء. ده بالنسبة للمعتصم. يبقى اهم اعمال المعتصم تاني، اهتم بالجيش. ليه؟ قال لك عشان القضاء على الفتن والثورات، هزم الروم وفتح مدينة عمورية، بنى مدينة سامراء. وكان معاكم أبانوب سعد.